اشتغلت معاهم تقريبا بتاع 6 شهور، والله ما خدتش غير 500 جنيه. ازيكم يا جدعان، انا باسل والنهارده فيديو جديد. باسل على الطريق. النهارده الدنيا مغيمه قوي، فيعني جامده قوي للتصوير. المهم حلقه النهارده عن انا ابتديت ازاي ورحلتي وقصتي عن المجال ده كله، التصوير بقى والمونتاج والقصه دي كلها، وانا ازاي في دبي، الكلام ده كله. انا من زمان انا بحب التصوير قوي. بصور ايام النوكيا 6600، الايام دي ما اعرفش حد فاكر الحاجات دي ولا لا. من زمان اول حاجه صورتها في حياتي اظن كانت 2008 2009 حاجه كده. صورت فيديو كده انا واخويا، واحنا كنا ايه بقى بنصيف وبتاع، وعملت ايه فيديو. كنت انا بحب بريزون بريك قوي، فصورت فيديو اللي هو بقى ايه بنمثل بقى ان احنا في بريزون بريك وكده يعني. بس المهم ابتدى بقى الموضوع كل شويه يعجبني اكتر. يعني انا عجبني الفيديو ان انا عملته، فرحت ايه انا عايز اعمل بقى فيديو تاني، وعملت فيديو تالت. كل ده كان بعمله فور فن. انا كنت بلعب لعبه اسمها باركور. اللي ما يعرفش باركور دي رياضه كده زي الجمباز، يعني هو نط وشقلبه وحركات وبتاع. الكلام ده في 2010 قعدت العب الرياضه، وبعدين في 2012 عملت اول فيديو في الباركور. اول ما عرفوا بقى ان انا بصور فيديوز وكده، قررت مع الفريق ان انا خلاص انا هصور ايه الفيديوهات بتاعه الفريق كلها. بس طبعا بعمل كل الكلام ده ببلاش. كنا ساعتها لسه بقى ايه شباب بقى، وبتكلم كأني انا راجل عجوز دلوقتي. عامه انا اصلا مش خريج اي حاجه ليها علاقه بالتصوير، انا خريج كمبيوتر ساينس، حاسبات ومعلومات عادي خالص. بس وانا في الجامعه دخلت على اساس اللي هو ايه انا بحب الكمبيوتر وبتاع، فالكودينج هيبقى سهل وكده يعني. بس حاجه غريبه قوي ان وانا في الجامعه كانت الناس بتسمع المعلومه اللي انا بسمعها بس مش فاهمها. انا ما كنتش فاهم اللي هم بيقولوه، يعني لما بيقعدوا يتكلموا عن الكودينج انا مش فاهمه. كل زمايلي كلهم فاهمين كأن الموضوع سهل، بس فاكتشفت ان بقى في حاجه غلط. جيت بقى على سنه ثالثه قلت ايه يعني اعيد من الاول واخش مجال ليه علاقه بالتصوير، لان انا عارف ان انا بحب التصوير، يا اكمل الكليه واعمل مشروع التخرج وخلاص وانجز. وهو ده اللي انا عملته. وانا في سنه رابعه ابتديت شغل الشركه يعني مش هقول كلام وحش عليهم. يعني اشتغلت معاهم تقريبا بتاع 6 شهور، والله ما خدتش غير 500 جنيه. ده الكلام ده بجد. انا ساعتها كنت في الجامعه فما كانش فارق معايا الفلوس قوي، بس انا كنت بتعب، فكان فارق معايا التعب اللي انا كنت بتعبه ده، على الاقل احس اللي هو ايه في اي حاجه بستفادها. والاتفاق ما كانش كده خالص. بس يلا بقى الحمد لله. في نفس السنه دي وانا في سنه رابعه سافرت اندونيسيا. المهم السفريه دي عارف لما تيجي انت بتصور الرحله بتاعتك، فبتصور فيديوهات كده عادي. بعدين قلت ايه طب ما هو بالفيديوهات اللي انا صورتها دي ما اعمل فيديو اللي هو ايه كانه ايه توثيق للرحله كده. عملت الفيديو والفيديو طلع حلو. بعد ما انا عملته في واحد صاحبي كلمني قال لي انا فاتح مشروع وهنسافر سريلانكا وعايزك معايا في التصوير تصور. قلت له انا مش عايز فلوس، انا عايزك بس اللي هو ايه تدفع لي فلوس الطيران والاقامه بس، وغير كده انا هصور فيديو ليا انا نفسي. يعني غير ان انا هصور لك المنتج بتاعك، انا هصور فيديو ليا انا. ما كانش عنده مشكله وسافرنا وصورنا. كانت سفريه لمده شهر تقريبا في سريلانكا. طبعا كانت بلد تحفه وسفريه تحفه، وانا رحت عملت فيديو كان حلو برضو. فايه اللي حصل بعديها بسنه الاقي واحد عايش في ماليزيا يكلمني يقول لي انا شفت الفيديو بتاعك عايزك تعمل لي فيديو زي ده. نفس اللي حصل بالظبط مع اول سفريه. قلت له انا مش عايز فلوس، ادفع لي بس ثمن الطيران. حتى قلت له كمان بقى المره دي ما تدفعليش بقى ايه ثمن الاقامه، لان انا هقعد عند واحد صاحبي. دفع لي الطيران بس، وانا رحت صورت وعملت الايديت بتاعه. بعد ما خلصت ما دام انا في ماليزيا ما اقعد شويه في ماليزيا اصور بقى وكده يعني. فقعدت شهر تقريبا. الشهر ده بقى ايه قعدت اصور شويه. طبعا حد شاف الفيديو ده في مصر، فبدات بقى ايه رحله ان انا ابقى بروفيشنال في الموضوع بسبب الموضوع ده. ودي نصيحه انا بحب اقولها لاي حد لسه بادئ او هيبدا او كده، ان مش لازم اول ما تبدا تفكر في الفلوس. فكر ان انت بتبني سي في او بتبني بورتفوليو ليك، بتبني شغل، وغير كده انت بتتمرن. الشغل اللي انا عملته ده انا عملته كله ببلاش. انا عارف ان انا استفدت حاجات كتير. اول حاجه ان انا بنيت بورتفوليو، غير كده انا سافرت بلد كنت اول مره اسافرها في حياتي. يعني انت لو بادئ حتى لو الموضوع جاي عليك بخساره، يعني انت بتدفع فلوس اعمل كده ما دام انت شايف اللي هو ايه خلاص انت بتبني بورتفوليو. اشتغلت بقى بعديها في مصر شركه بتاعت سوشيال ميديا، بعدين اشتغلت في شركه بتاعت دوكيومنتري. الشركه دي بصراحه كانت هي اللي علمتني بقى ايه حاجات كتير قوي ليها علاقه بقى بالبروفيشنال ورك. بقى صورنا بقى
الفيلم ده نزل على نتفليكس، فيلم حلو قوي لو عايزين تشوفوه، اسمه كباتن الزعتري. الفيلم ده انا اتعلمت فيه حاجات كتير قوي، اتعلمت بقى حاجات في التصوير، بقى التصوير السينما، في الايديت، في البرودكشن عامه، ان انا بقى اشتغل مع كرو كده يعني، ان انا كنت على طول بشتغل لوحدي. ابتديت بقى ايه من هنا، ابتديت بقى اسافر بلاد واصور فيديوهات بقى وكده، وكل بلد اسافرها اعمل فيديو عليها، لحد بقى ما انا كده ايه بنيت بورتفوليو. فلما حد بقى يقول لي تشتغل، نتكلم بقى في فلوس ساعتها، لان انا دلوقتي خلاص انا معايا شغل اوريه للناس، اللي هو ايه دلوقتي اقدر اتكلم بقى في فلوس. 2019 دي بقى كانت بالنسبه لي النقله. في واحد صاحبي اللي هو بربري عايش في دبي، فكان بيكلمني يقول لي ما تيجي زياره دبي، على اساس ان انا اقعد 4 ايام بس. عايز اقول لكم انا بقالي داخل في ال6 سنين هنا ما اعرفش ازاي ده حصل. ومن هنا بقى ابتدت بقى رحلتي، من شاب ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه لشاب دلوقتي عمال بيتكلم معاكم وبيعمل توتوريالز ازاي تصور وتedit. طبعا هي رحله طويله، رحله 10 سنين، بس رحله كانت جميله قوي. انا كنت مستمتع بكل خطوه في الرحله دي، يعني انا اتعلمت كتير في الفتره اللي فاتت دي. فجي بقى الوقت ان انا بقى اعلم، عشان كده قعدت انزل توتوريالز على الانستجرام كتير، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في حاجات اكتر بكتير. القصه اللي انا حكيتها دي ممكن حاجه صغيره تفيدكم في حاجه في حياتكم، لان ده اللي كان بيحصل معايا. وبس نكون كده خلصنا الفيديو، يا رب يكون الفيديو ده يفيدكم في حاجه. ما تنسوش بقى اللايك والكومنتس والسبسكرايب والكلام ده كله، عشان بس ايه الشانل تكبر بقى كده شويه والكلام يوصل لناس اكتر. ما تنسوش تكتبوا في الكومنتس انتوا عايزين اتكلم في ايه عشان اتكلم فيه وانزل فيديو الاسبوع اللي جاي. يلا سلام. I got a low tolerance, cause they don't even know where to